استفتاء يوضح، ناس فاهمة. بيراميدز المصري أقوى، بيراميدز المصري أفضل، مدربه ذكي جدا، استغنى عن فكرة إيفرتون على فكرة للمشاهد الكريم، خصوصا من صوت ب60% يشوف فكرة المدرب. إيفرتون جناح في نادي بيراميدز في المنطقة اللي يلعب فيها رياض محرز، قابل بظهيرين، اليوم لعب بظهيرين يقابلون الرياض، لعب بكريم حافظ ومحمد حمدي، دائما واحد اللي يلعب واحد، اليوم هو لعب باثنين وراح هاجم من المنطقة الثانية وسوى مشاكل كبيرة وسجل منها الأهداف. عارف أنه إيفان توني كثير لعب مباشر، راح قابله باثنين. هنا هذه قوة المدرب اللي يقرأ وين نقاط القوة والضعف في كل فريق، عرف كيف يقفل المنطقة القوية جدا عند النادي الأهلي وراح اشتغل هجوميا في منطقة وسجل منها الأهداف، ومهاجم ذكي عارف وين مشكلة النادي الأهلي. فبالتالي بالتأكيد فوز مستحق. حزين حزين، زعلان زعلان، كنت أتمنى الأهلي يفوز، لكن إحقاقا للحق، وهنا إحنا نتكلم بالعدل في كرة القدم، نادي بيراميدز هو الأحق اليوم بالفوز بهذه البطولة.